سلام كي دايرين لاباس عليكم واش اخباركم مزيانين ما شاء الله بغيت نوجد معكم واحد البلاطو ديال الصابلي من عجينه وحده خرجت 6 تشكيلات ومبروك عواشركم الله يدخلها عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه باش كتمناو. المهم ان شاء الله ندوزو للمقادير. المهم انا كما كتشوفوا عندي هنايا المقادير. المهم انا عندي 2 كيسان ديال سنيده وعندي كاس ديال الزيت وعندي كاس ديال اللوز اللي محمراه ومطحون، عندي 3 ديال البيضات، عندي هنا واحد كيكس ديال الدراهم مطحون، عندي هنا 2 معالق ديال الطحين محمر، عندي هنا واحد فلان ديال الفاني، عندي هنا واحد المعلقة ديال الجليكوز، عندي مارغرين، وعندي 2 معالق د النيدو وقبيصة د الملحة وفاني والطحين على حسب الخليط. المهم اول حاجة ان شاء الله غادي نديرها غادي ندخل الزبدة وسنيدة مزيان وفاني، وغادي نحاول او نزيد قبيصة د الملحة وغادي نحاول ندخل هاد السنيدة وسنيدة والزبدة مزيان. انا من الاحسن لما كانش مزروب يذوبها باش تجي سهله. المهم انا هنا شويه كانت قاصحه وكنت كنحاول معها حتى ذوبتها. صافي انا غادي نزيد كاس ديال الزيت وغادي نحركوه مزيان وغادي ندخل ديك الزيت كامله في ديك السنيده والزبده. ما خاصش الزيت تبقى لي باش ما بقاش تزيت لي العجينه ديالي، خاصها تدخل كامله حتى تولي بحال الكريمه. عاد غادي نزيد دوك المكونات الاخرين. خمس 3 ديال البيضات غادي نحركوه مزيان. هاد العجينة كتعطي كمية كبيرة والصابلي صراحة كيجي كيحمق في المذاق. انا راه في الفيديو كان حابس. انا المهم درت دوك المكونات الاخرين داك البسكويت ديال درهم واللوز والطحين والنيدو. المهم درت كلشي داك فلان كلشي درتو. حنا حبس لي الفيديو. هنا كنزيد الطحين بشويه بشويه. دوك المكونات الاخرين زدتهم. انا هنا صحاب لي الفيديو خدام. المهم انا غادي نبقى نبقى ندير الطحين غير بشويه بشويه وبقى نجمع العجينه. انا ما كتقدرش تعطيك كميه محدده. المهم هنايا ها هي العجينه كي جات كتجيش قاصحه. المهم كتجي بحال هكا وما كتلصقش في اليدين. صافي انا غادي نجي واحد جوج. هنا في الاول بغيت ندير ورق مطبخ ولكن كيلصق. انا استعملت غير 2 ميكات قطعتهم صافي درت وسطهم العجينه. صافي غادي نبقى ندلك مزيان وغادي نرقق العجينه نديرها رقيقه. انا هاد العجينه خرجت منها 6 ديال الشكيلات خرجت. غادي نحاول نرققها مزيان مزيان على هاد الشكل كما كتشوفوا. حيت راه ما فيهاش الخميره ما غاديش تنفخ. انا الصابلي ما كنديرش فيه الخميره. المهم صافي غادي نمشيو بنفس الطريقه وانا نستعمل هاد القطاعات كل واحد وشنو عنده باش اللي يستعمل. المهم انا استعملت هادو. صافي غادي نبدا نقطع العجينه. هنا اللي عنده ديك السي الباط يستعملها، انا راه ما عنديش. صافي غادي نمشي بنفس الطريقه حتى غادي نقطع العجينه ديالي كامله. وهاد الصابلي لا في النكهه لا في المذاق لا في كلشي صراحه كيجي شي حاجه اللي واعره. غير جربوه وما غاديش تندموا. صافي كما شفتوا هنا انا راه درت واحد الشبيكه درت ليها دوك واحد المربعات من الفوق كما كتشوفوا في الفيديو. المهم انا غادي نشاركها معكم. انا هنا شريت غير واحد الشبكه من الدروكري مشيت شريتها منه. شريت 5 دراهم عطاها لي وكتعطي واحد المربعات من الفوق اللي ما عندهاش السيربات تستعملها. هي واحد المنظار من الفوق. المهم انا نشاركها معكم. صافي هنا كندلك العجينه ديالي كما شفتوا في الاول مزيان. المهم هنا ها هي ديك الشبيكه اللي استعملت هي هذه. مشيت شريتها قلت له عطيني 5 دراهم وعطاها لي. صافي كما شفتوا هنا كيعطي واحد المنظر اللي من الفوق فيه هذوك المربعات صغار. ها هما كي كيجيو.
عندهم كيجيو دوك المربعات من الفوق، صافي ندخلها في الفران طيب، وغادي نشارك معكم القطعة الأخرى. المهم هاد القليبة أنا راه حيدت ليها دوك من الوسط باش تجيني ساهلة، صافي غادي نقطع الفوق والتحت. المهم أنا هاد القطعة راه خرجت منها جوج، صافي كيما شفتوا هنا راه رققته حتى هو مزيان، واخا وحدة فوق وحدة ولكن كيجي رقيق. وديك الشبكة راه كدار في السرجم، غير باش كان الآخر كدار كتمشي عندو كيعطيها لك كتغسليها صافي كت كتغسليها صافي كتخدمي بها. المهم كتعطيك واحد المربعات من الفوق باش كيجيك واحد المنيطير، واللي عندها السلبات من الأحسن. صافي هنا كيما شفتوا أنا اللاطة الأولى دخلتها كطيب، وهادي حتى هي كنعمرها. صافي غادي نمشيو بنفس الطريقة إن شاء الله حتى غادي نساليو. هنا راه طفى لي التليفون ما شاركتش معكم حيت بقيت كنقطع الشكيلات الآخرين. صافي هنا غادي ندخلهم إن شاء الله يطيبوا. صافي كيما شفتوا هنا طفى لي التليفون صافي وكملت. المهم درت 6 تشكيلات، درت هاد الشكل ودرت عاوتاني هادي ديال الوريضة كيقولها شميشة، درت هاد الشكل حتى هو، ودرت هاد الشكل على وريضة بحال هكا، ودرت على شكل دائري، وكيبقى هو ما كيتبدلش كيبقى قدو قد القطعة. المهم هانتوما كيما شفتوا حتى واحد المربعات من الفوق، دوك الشبكة كتعطيها واحد المربعات من الفوق زويونين هانتوما كيما كتشوفوا. صافي دابا هنايا وجدت هاد الصوص ديال الكراميل باش غادي نلصق، صراحة كتجي واعرة بزاف، راه كاينة عندي في القناة اللي بغاتها. صافي هنا غادي انا وجدت حتى هاد كاوكاو وجدتو غير في الدار ما شريتوش، حيت كتمشي تشريه من الزنقة كيعطيك حاجة قليلة ما كتكفاكش. المهم انا شريت كاوكاو ودرتو، هنا اللوز ايفيلي، وهنا صوبت الشكلاط. هاد الشكلاط اللي استعملت من النوع ديال كالا، درت مع شوية زيت وذوبتهم في حمام مريم. صافي دابا غادي نبداو ان شاء الله. صافي قلبت ليها الوجه الاخر لتحت، ودرت لها هذا الفوق، هذا غادي نلصقو بالشوكولاط. صافي هنا غادي نلصق الشوكولاط من الوسط على هذا الشكل، غادي نحاول نصوبهم. انا جربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل. المهم هانتوما كما شفتوا، غادي نجيب واحد العقيقات غادي نديرهم ليهم الوسط على هذا الشكل. نعاود معكم واحده اخرى. صافي هنايا كما شفتوا، صافي غادي نجيب واحد العقيقات هنا وغادي نديرهم الوسط على هذا الشكل. صراحة المنظر ديالو كيجي زويون، وهاد العجينة تبارك الله كتعطي كمية اللي كبيرة. انا درت 30 حبة من كل شكل. صافي كما شفتوا هما كي كتجي. نشارك معكم الشكل الاخر حتى هنا عاوتاني قلبت ليه هذا لتحت، هذا شكل دائري. صافي غادي انا لصقتهم بنفس الكراميل، ما درتش جوج، صافي لصقتهم بنفس الكراميل. هنايا غادي نجيب داك الكاوكاو اللي صوبت في الدار. هذه طريقة سهلة، كتشدو كاوكاو كتسلقوه، داك اللي ما عندوش القشور كتسلقوه وكتخليوه كيبات ليلة كاملة باش ينشف. كتحيدوه من الماء باش ينشف صافي، وكتحكو كطحنوه في الهاشوار ولا في المهم في اي حاجة، وكيعطيكم هذا المنظر كما كتشوفوا. صراحة كيعطي منظر زويون بزاف، وكيعطيكم كمية اللي كبيرة. انا راه جبت غير 10 دراهم وعطاني هاد الكمية اللي قدامكم، وحاجة اخرى ما طيبتهاش درتها في الثلاجة. صافي كما شفتوا هاد الشكل الثاني. هاد الكراميل باش كنلصق زويونه في المذاق ديالها وفي النكهة ديالها، وكتجي معلكة. صافي حتى هنايا كما كتشوفوا كنديرهم دوك العقيقات من الوسط، اللي بغى يخليها هكا كيخليها، اللي بغى يدير لها المهم كل واحد شنو كيبغي. صراحة كيجي منظر لي زوين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا هادي على شكل شميشة، حتى هي نعمرها من الوسط، وغادي ندير على شكل، وغادي ندير لها اللوز ايفيلي الوسط. اختيار اللوز ايفيلي، اللي بغى يديرو يديرو، مبغاش يديرو ما يديروش. مداتليش بزاف، راه هادشي اللي عندي في التوصيله شاطلي منه، مداتليش بزاف. صافي هانتوما صراحه كتجي في المنظر زوين. نعاود معكم واحده اخرى.
أنا راح حاولت نزرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل. صافي هو المنظر ديالو كي كيجي زوين وكيجي صابلي رقيق ومقرمش وكيبقى مدة طويلة. حتى ديك المعلقة د الجليكوز اللي كنديرو فيها راه كتجي زوينة وكتعطي، هي اللي كتخلي ديك القرمشة تكون فيهم. المهم هذا الشكل الرابع على هاد شكل وريضة، ندير نلصق وحدة فوق وحدة. دوك اللي عندها دوك المربعات اللي غادي ندير الفوق، صافي غادي نلصق وحدة فوق وحدة وغادي ندهن غير النص ديالها اللي غادي ندهن، وغنخلي النص الاخر على هاد الشكل. اللي بغى يدهنها بالناباج يدهنها. صافي وغادي ندير لها شويه ديال الكاوكاو على هاد الشكل، وغادي ندير شويه الكريمه غير بيدي الفوق باش نلصق ديك البابيونه ديال الشوكولاط من فوق على هاد الشكل. ها نتوما صراحه كيجي شكل زوين بزاف. نعاود معكم واحده اخرى. حنا راه كنقلب على اللي فيها دوك المربعات من الفوق، حيت كاينه وحده درتها عاديه وحده درتها فيها دوك المربعات من الفوق. صافي كما شفتوها نديرها بنفس الطريقه. صافي هنا ندهن لها النص ديالها والنص الاخر نخليه بلاش. غير جربوا البنات هاد الصابلي والله حتى يعجبكم صراحه، شي حاجه اللي زوينه بزاف مولفه. كنخدم بها وكنبيعها صراحه، شي حاجه اللي زوينه بزاف. كاع اللي دقه كيشكر هاد الصابلي. صافي هانتوما كما شفتوا صراحه كيجي منظر زوين. صافي هنايا غادي نمشيو بنفس الطريقه ان شاء الله حتى غادي نساليو الشكيلات ديالنا كاملين. كنحاول نجيبها على حسب النص. صافي هانتوما. صافي دابا غادي ندير الشكل ديال القليب. هنايا ما ديروش على هاد الوجه، انا راه غير نسيت. لا هاد الوجه ردوه لتحت وداك التحتاني ديالو هو اللي تردوه ديروا فيه هاد الكريمه باش تلصقوا. المهم هنايا انا راه غير نسيت مع الزربه وبقيت كنصور ولصقت هكاك. المهم غير من الاحسن ديروا داك لتحت. المهم هانتوما كيجي على هاد الشكل. وغادي ندير ليه في البيض، درت لك بابيونه في البيض. اللي بغى يديرها في الوسط بحال هكا يديرها. المهم انا عطيتكم جوج درتهم بجوجهم. اللي بغى يديرها هكا، اللي بغى يديرها في الجنب يديرها. ها هي الاخرى غادي ندير ليها في الجنب كما كتشوفوا. انا لصقتها. صافي هنا نديروها في الجنب على هذا الشكل حتى هي كتجي زوينه كل وحده والمنظر ديالها. صافي دابا ان شاء الله هما الشكيلات اللي وجدت معكم. باقي شكيل اخر ديال القليب اللي غادي نديرها لتحت. صافي دابا ان شاء الله حتى غنسالي وغادي نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه. المهم صافي من بعد ما ساليت الصابلي ديالي هنايا، ها هو الشكل الاول. صافي كتصوبوا هاد البلاطو كيجي زوين. اللي بغى يبيعو على حساب اللي كتبغى تبيع الحلوى، اللي بغات ديرو في دارها ديرو. المهم كيجي شي حاجه اللي زوينه بزاف. هذا الشكل الاول. نديرو الشكل الثاني ديال ديك الشميشه ولا وريضه، كل واحد شنو كيقول ليها. ودرت داك الشكل. المهم هنا راه كيحبس لي التليفون ما كنشوفوش، انا صحابي راه كيصور. المهم هانتوما كما شفتوا انا درت داك الشكل على داك قليل بحال هكا.
دوك المربعات راه كيبانو من الفوق، غير هنايا مع الآخر مع الإضاءة مكيناش صافي ما بانولكمش. والشكل السادس هو هذا نفس القطعة ديال داك القليب، غير على ما ندير لها من الفوق شديت أنا قليب صغير لصقته من التحت ودرت كاوكاو من الفوق، راه نفس القطعة كما كتشوفوا. أنا غير قلبتهم على هاد الشكل، خليت الفوق خاوي وعمرت لتحت. المهم هاد الشكل اللي خرجت أنا من عجينة وحدة، راه خرجت تبارك الله 30 حبة من كل حاجة، وستفت بلاطويات وباقي ليا. كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنى إن شاء الله تدعموني تدخلوا عندي القناة وتشجعوني، واللي بغات شي حاجة تخليها لي في كومونتير إن شاء الله، وما يكون غير خير. هانتوما بلاطو صراحة كيجي شي حاجة اللي واعرة بزاف وفي نفس الوقت اقتصادية، والحاجة كديرها في الدار كتعرفي اش كتاكلي. المهم هانتوما كما كتشوفوا أنا الشكلات تبارك الله، اللي عندها شي مناسبة ولا شي حاجة راه شي حاجة اللي زوينة بزاف ديريها. كنتمنى إن شاء الله تدخلوا عندي القناة وتدعموني. الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله.